إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه. اليوم راح نعمل أشياء كتير. اليوم راح نعمل رز البرياني وبهار رز البرياني، وراح نعمل كيكة البرتقال بالفواكه المجففة. تعالوا نشوف معانا. أول حاجة غسلت اللحمة كتير كويس. هي حابين تعملوها باللحمة، حابين تعملوها بالدجاج، هذا الاشي برجع لكم. اليوم أنا راح أعمل رز برياني باللحمة. عندي كيلو لحمة غسلته كتير كويس، وراح أضع عليه البهارات اللي هو القرفة والورق الغار والحبهان وشوية بشر برتقان كتير بضيع الزنخة، وراح أضيف عليه بهارات زي ما شايفين. حطيت شوية زيت نباتي وراح أشوحهم عشان ياخدوا هيك التشويحة الحلوة وبيستووا معاكوا أسرع. بعد ما شوحتهم راح أضيف عليهم المي. ضفت معاهم معلقة سكر. السكر إيش هدفها من هان؟ بتخلي اللحمة دايبة دوب. هنا شوية عظم في قلبهم لحمة ضفتهم معاهم، وراح أتركهم لمدة 2.5 ساعة. شايفين اللحمة؟ ممكن تحط فيها جزر، بندورة، تاخدي نكهة كتير برضو طيبة. هان سبتهم 2.5 ساعة. تعالوا نعمل كيكة البرتقال قبل ما تنسلق اللحمة معانا. عندي ان شاء الله راح اكتب لكم كل المقادير على الشاشة. عندي 3 بيضات درجة حرارة الغرفة، وراح اضيف عليهم كوباية من السكر. الكوباية مقدار واحد لكله، يعني كل المقادير نفس الكوب اللي بتستخدميه. هنا طبعا تعملي كيكة حيكون ولادك ملتمين حواليكي. هنا ضفت فانيلا، ممكن نضيف باكيتات، وراح اخفقهم. ضيفت 3 بيضات، فانيلا، كوباية سكر. راح اخفقهم لما يصير القوام عندي على بياض. اذا بتلاحظوا عندكم بيصير السكر والبيض على بياض. هتركهم لمدة 5 دقايق. هنا رجع للطحين. هحتاج 2 كوباية من الطحين. عشان تخلي الطحين فاخر ضيفي عليهم معلقة من النشا. هضيف عليهم مع 2 كوباية من الطحين كله نفس الكوب، وباكيتين من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من النشا. حابة تستغني عنها هذا الاشي برجعلك، بس هذا بخلي المعلقة النشا انه طحين فاخر. بستخدم لجميع الحلويات. ورشة بسيطة من الملح، شايفين بين أطراف أصابعي، رشة بسيطة. وحركيهم ودمجيهم مع بعض كتير كويس. إذا بترجعوا شوفوا الخفاء معايا، شايفين كيف البياض أنا تركتها لمدة 5 دقايق. كل ما تركتيها أكتر كل ما أخدتي كيكة كتير هشة وطراوة ولذاذة أكتر. شايفين كيف صار لونه بياض؟ هلأ حضيف عليهم الزيت النباتي. 1 كوباية من الزيت النباتي. أنا ما ضفتش كل كوباية، رفعت زي 1/4 كوباية من الزيت النباتي، يعني 3/4 كوب زيت النباتي. راح أضيفهم بالتدريج. امشي على التكات وراح تاخدي أطيب وأخف كيكة راح تاكليها. راح تاكلي كيكة كتير خفيفة وكتير طيبة. زي ما شايفين بضيف زي الخيط الزيت النباتي. انا راح اكتب لكم كل المقادير بالضبط على الشاشة ان شاء الله. بعديها راح اضيف عليهم 1 كوباية من البرتقان. برتقان صافي ما عليه مية. بضيف 1 كوب من البرتقان.
بعديها بضيف الطحين بالتدريج. خلصت الكيكة معانا، جهزت الكيكة. أنا بحب أضيف عليها بشر البرتقان. بشر البرتقان أنا بخزنه بالفريزر لما يكون موسم برتقان، بغسل البرتقان كويس وببشره وبحطه بعلبة وبحفظه بالفريزر، بقعد معاكي سنين ما بخرب تمام، ولونه زي ما هو ما بسمر. بضيف عليه أنا نكهة البرتقان كتير بحب أضيفها يا على البسكوت يا على أنواع الكيك. وهنا بدمج المكونات شوية شوية عشان ما بدنا هيك الهواء يطلع منها. هنا اختياري راح احط عليها فواكه المجففة. هنا طبعا الصغار لا غنى عنهم. ضفت الفواكه المجففة، هي بتعطيها نكهة كتير طيبة. تقريبا ضيفي 3 معالق كبار من الفواكه المجففة. هنا في قالب الكيك ضفت زيت نباتي، راح أدهنه قالب الكيك بزيت النباتي، وراح أضيف عليه طحين على القالب عشان ما يلزق بالقالب وتطلع معاك الكيكة بكل سهولة. حطيت طحين. هنا وأنا بعمل في الكيكة كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. لازم لما تدخلي الكيكة بالفرن لازم يكون حامي مسبقا. بعد ما تفوتي الكيكة بالفرن راح توطي الفرن على أوطى درجة عندك، وراح تتركيها لمدة ساعة إلا ربع. ما تفتح الفرن نهائي بعد ما يمر على وقت الكيكة نص ساعة. بعد نص ساعة بتفتح الفرن وبتفقدي الكيكة، بتحطي عود شيش طاووق فيها. إذا طلع معاكي ناشف بتكون الكيكة خلصت تمام جهزت. إذا طلع معاكي سائل سنيها لما تستوي. تقريبا الكيكة بتاخد معانا ساعة إلا ربع، وحسب برضو نوعية كل غاز من تاني لآخر. هنا بخبطها كذا خبطة عشان بس هيك يفرغ الهواء منها. راح أضعها على الفرن بعد ساعة إلا ربع. شوفوا ما شاء الله ريحة الكيكة بتاخد العقل، ولا ريحة البرتقال. يمي يمي. هان ما تمسكيها، خلي الكيكة بعد ما تطلعيها من الفرن خليها تبرد تماما، بعدين بتقطعيها عشان ما تتفتوت معاكي. شوفوا ما شاء الله النفاشة، القوام، الطعم كتير كتير طيب، كتير خفيفة وكتير طيبة. شايفين طراوة وهشاشة وكتير خفيفة، كتير رائعة. وهيك جهزت معانا الكيكة. هيك كان حلو اليوم الصراحة، ما عملت حلو دسم اليوم. حبيت أعمل كيكة بعد العصريات مع كوباية شاي. خلصنا الكيكة، تعالوا نعمل بهار البرياني. بهار البرياني راح نحتاج لقرون فلفل الناشفة بس تكون شطة، ورق غار، قرفة،
قرنفل، حبهان، كركم. ان شاء الله راح اكتب لكم اياه هذا كله على الشاشة، راح كله على الخلاط. اذا كانت كل بهارات عندك خشنة بيكون افضل وافضل، بيكون طعم اكتر ونكهته قوية اكتر. انا البهارات الخشنة هذه كانت موجودة عندي، طحنتها وراح اضيف عليهم بهارات ناعمة. تطحنيها كتير كتير كويس. انا طحنت زنجبيل وقرفة وقرنفل وفلفل اسمر وكزبرة وورق غار، اللهم صل على محمد. وراح اضيف عليهم كمان بهارات البودرة من عندي، لانه مش متوفر عندي كل بهارات الحب. اذا كان عندك بهارات حب كلها بيكون افضل وافضل وطعم كتير طيب. هيك طحنا البهارات الخشنة عندي. ريحتها اذا عندك حساسية حطي كمامة، الصراحة انا قعدت اعطس، ريحتها كتير قوية، ريحة الفلفل كتير قوية. وهنا عندي بهارات البودرة، معلقة كبيرة من بهار كاري، معلقة كبيرة من بهار البصل، معلقة كبيرة من بهار الثوم، معلقة كبيرة من بهار الكبسة، الكركم معلقة كبيرة، كمون معلقة كبيرة، الزنجبيل معلقة كبيرة، شطة معلقة كبيرة، وكزبرة معلقة كبيرة. وحطيت كمان جوز الطيب ربع أو نص معلقة صغيرة. وبهار إيش كمان يا محمد، قرنفل معلقة صغيرة من بهار القرنفل المطحون. وزي ما انتم شايفين خربطته كله مع بعض، وريحة البهارات بتاخد العقل. بحفظهم برتبان وبحطهم بالفريزر أنا، ووقت الاستخدام باخد وقت ما بدي الكمية، بحطهم في علبة بحطهم بالفريزر. هيك جهزت معانا إبهار البرياني، إن شاء الله راح نستخدمها اليوم بوصفة البرياني. زي ما قلت لكم إذا كانت البهارات تجيبيها خشنة كلها بيكون أفضل وأفضل، وحتاخدي نكهة أطيب وأطيب. خاصة الزنجبيل كتري فيها، البهار برياني كتري فيها الزنجبيل. نرجع نعمل خلطة البرياني. راح نحتاج 4 من سنون من الثوم، وضفت هان فلفل أخضر حار جدا، حابة كتري كتري. وضفت عليهم زي ما شفتوا 3 بصلات كبار، وراح أفرمهم على المفرمة كتير كويس. بدي أنا البصل كتير ناعم. برياني إن شاء الله باللبن، راح أعملكم إياها برضو في القناة، التنتين أطيب من بعض. جهز معانا البصل، راح أضيفه بطنجرة، راح أضيف عليه زيت نباتي، وراح أخليه يتشوح على النار. تعالوا نرجع للبندورة. نفس الشغلة، عندي 5 حبات من البندورة، راح برضو أطحنهم كتير ناعم. وهيك جهزت معانا البندورة، هيك بتكون ناعمة، بدنا اياها تكون ناعمة. تعال نرجع للبصل. البصل بلش يدبل معانا، راح نضيف عليه البندورة، وخلي البندورة تتسبك على النار شوية. هيك خليها تدبل تتسبك معانا شوية. هنا بعد ما دبلت البندورة راح احط عليها معلقتين كبار من الصلصة، وحركي كتير كويس.
هنا حطيت رشة بسيطة من الملح وبلشت احط بهار البريان اللي عملناه مع بعض. حضفت عليهم معلقتين كبار من البهار البرياني. هنا لما دقت الخلطة لقيتها ما بتحرق كتير. احنا بنحب البهار البرياني يكون شطة يعني بحرق. هنا ضفت عليهم مرقة لحمة، فضفت صحيح معلقة كبيرة من بهار الشطة البودرة، هذا اختياري. اذا بدك اياه بحرق حطي ضيفي معاها بهار شطة بودرة او. هنا ضفت عليهم شوية مرقة عشان لقيتها تسبكت كتير، بنضيف عليها شوية مرقة. هيك بعد ما تسبكت معانا الصوص ريحته بتاخد العقل. راح احط اللحمة عليهم. انت قلت لكم في المرحلة هاي ممكن اذا في دجاج تستخدميها في دجاج استخدموها. ضفت اللحمة المسلوقة. الصراحة اللحمة عندي دايبة دوب بتشهي. أنا بضيف اللحمة وبخليها لمدة هيك 10 دقايق على نار واطية تاخد نكهة التتبيلة، تتسبك مع التتبيلة. أنا بحركهم وبغطي عليهم وعلى نار واطية، بوطي النار وبخليها تتسبك شوية مع التتبيلة عشان تاخد نكهة التتبيلة اللذيذة. هان خلصنا نسيب اللحمة على النار. تعالوا نعمل الرز. انتو حسب مقدار عيلتكم. انا استخدمت 3 اكواب من الرز. رز تكون نوعيته كتير كويسة. ضفت عليهم زيت نباتي وراح اعطيهم تشويحة هيك تحميرة بسيطة. انا ما بغسل الرز، بحب اشوحه. انا رجعت للحمة بعد 10 دقايق هيك على نار واطية، ريحتها بتاخد العقل. خلصت معانا اللحمة، راح اطفي عليها وراح نرجع للرز. شايفين هنا اللحمة عندي تتبيلة انا مكتراها، راح ارفع منها وراح نقدمها جنب الرز. يعني اللي بحب ياكل حراق اكتر بياكلها مع الرز. هنا رفعت شوية من التتبيلة وراح اضعها على جنب. وهيك جهزت معانا تتبيلة مع اللحمة. راح نحطها على جنب ونرجع للرز. هنا بنشوح الرز بعد ما نعطيه تحميرة خفيفة للرز. بنضيف عليه مرقة، نص المقدار مرقة والنص الباقي مية. انا ضفت 3 اكواب، كله نفس الكوب، 3 اكواب من الرز. راح اضيف عليهم 3 اكواب من مرقة اللحمة او مرقة الدجاج، وراح اضيف عليهم 3 اكواب من المية. يعني على كل كوب رز راح نستخدم 2 كوب من المية او المرقة. وهنا رشة ملح وراح اخليهم يغلوا اول غلوة هيك، اخليهم بتركهم لمدة دقيقتين يغلوا. بعدين بوطي على نار واطية نص استواء. الرز هان راح نخليه يستوي نص استواء، ما راح خليه يستوي تماما لانه بدنا اياه يكمل استواءه على التتبيلة واللحمة. هنا الرز جهز معانا نص استواء، راح نضيفه على اللحمة والتتبيلة. شايفين اذا بتلاحظوا الرز معانا الرز لسه طري، في قلبه لسه شوية مية، يعني لسه ما كمل استواءه. راح نخليه يكمل استواءه على اللحمة والتتبيلة. راح نتركهم لمدة 10 دقايق تقريبا. لما تلاقي الرز استوى وبلش البخار من حوالين الطنجرة يطلع البخار. هنا بتجيبي صبغة طعام صحية خاصة بالطعام، بتضيق بشوية مية وبتعملي حفر في الرز وبتضيفي الصبغة عشان يعطيكي اللون الحلو للرز.
وهنا راح أسكر عليهم زي ما قلت لكم، راح أتركهم لما يستوي الرز تماما تقريبا ل10 دقايق، وعلى نار واطية جدا. لازم تنتبهوا للأمور هاي. هنا بعد ما شاء الله 10 دقايق تقريبا، والبخار شايفين كيف من جميع النواحي، يعني هان الرز استوى تماما عنا. ويا سلام على الروايح اللي بتاخد العقل. شايفين الألوان، شوفوا ما أحلاها. هنا جهز معانا الرز. راح أجيب صينية كبيرة عشان راح نحرك الرز كويس. راح أضيف صينية كبيرة وراح أنزل الرز عشان نحرك براحتنا. شايفين الألوان بتاخد العقل، بتجنن، ونكهة يا سلام ما بحكي لكم، يعني لازم تجربوها. وإن شاء الله راح أعملكم الرز البرياني باللبن. هنا برفع اللحمة على جنب عشان بدي أحرك الرز. نضيف عليه شوية تتبيلة من اللي رفعناها عشان لما تاكلي هيك نكهة التتبيلة كتير طيبة. بس شيلت للولاد شوية لأنها حراقة. وهنا زي ما شايفين بدمج الرز مع بعض. الرز عن جد كتير رائع، هيك اللون الأصفر مع لون الأبيض مع لون الأحمر بياخد العقل. وهيك جهز معانا البرياني. عن جد لازم تجربوه مع اللحمة كأنها مشوية ومهترية هري، كتير طيبة. ضفنا عليها شوية الفستقات. وهيك جهز معانا غدانا لليوم، الرز البرياني. وضفت معاه الصوص اللي رفعناه على جنب، اللي بيحب يضيف بياكل منه. وهيك جهزت الكيكة معانا. وقبل ما اختم الفيديو، اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسوني من اللايكات والتعليقات الحلوة، وتشاركوه مع اصدقائكم وحبايبكم. واذا كنت اول مرة تشتركي في القناة، فضلا وليس امرا ضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس على كل حتى يصلك كل اشعار في قناتي. وهيك بعد ما تغدينا العصريات، حبيت اقطع الكيك وانزل عند حماي وحماتي ونشربهم مع اطيب كاسة شاي بالنعناع. وهيك كانت نهاية الفيديو. يا رب الفيديو نال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.